السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. عندنا اوردر حلو قوي، تابعوا معايا الفيديو الاخر وما تنسونيش بلايك واشتراك القناة. ويلا نصلي على رسولنا الكريم ونقول اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عايزة اقول لكم يعني بجد فعلا الشغل ما يعرفش يعني ايه تعب. يعني الحمد لله على كل شيء. يعني انا امبارح والله من الساعة 8 كنت في المستشفى، والنهاردة كان عندي شغل عادي خالص. ما ينفعش ان انا اعتذر لحد بعد ما اتفقت معاه، بس الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. الحمد لله على اللي يجيبه ربنا. معلش بقى بعتذر عن صوتي، وتعالوا ندخل على الفيديو ونشوف هنعمل ايه. حطيت في بولة العجان 1.5 كيلو من الدقيق، وبعدين حطيت عليهم 3 معالق من السمسم، وحطيت معلقة من معالق الشاي بيكنج باودر، ورشة ملح ورشة فانيليا. دي المكونات الجافة. وحطيت في الدورق اللي فات دوت او الشفشق دوت، حطيت فيه 2 كوباية من المية، وحطيت 2 معلقة سكر وكيس خميرة. تعالوا بقى نشوف المادة الدهنية هحط قد ايه. انا بعاير كل حاجة بالكوباية المعيارية. 1.5 كيلو دقيق بياخد معايا 3 كوبايات سمنة. ممكن تحطي كوباية سمنة كوبايتين سمنة وكوباية زيت لو انتي حباها ناشفة، لكن انا هعملها كلها 3 كوبايات سمنة بلدي صافي. تمام. هنبدأ بقى نحطها في العجان. والسمنة ديت انا كنت مسيحاها. حد سألني الزبدة النيوزيلندي بتجيبيها منين؟ بتجيبيها من عند اي حد سوبر ماركت، بس خلي بالك عشان في منها انواع مغشوشة. الزبدة النيوزيلندي انا باخدها وبسيحها. هي طبعا غالية، الكيلو ب300 جنيه، فهي غالية. في انا بجيبها بقى من عند حد مستلزمات الحلواني، اللي انا بجيب منه كل خامات الحلواني. بس لما بسيحها بحولها بقى لسمنة، فمش بتقل كتير، بتبقى معايا حوالي 800 جرام. الكيلو بيوصفي معايا حوالي 800 جرام او 750 جرام. تمام. دي حاجة غير الزبدة البقري اللي انا بستخدم، يعني دي حاجة غير الزبدة البقري. تمام. بعد كده بقى حبست العجينة كويس بالسمنة لغاية لما تختلط كويس. وقلت لكم قبل كده ان الكوباية المعيارية بمقام 1.25 كوباية من كوباية المج او المج الشاي العادي. تمام. بعد ما اتبست كويس، بعد كده هنزل بالمية بالخميرة. 1.5 كيلو دقيق هياخد معايا 2 كوباية من المية، عليهم 2 معلقة سكر وكيس خميرة. بس برضو ما تحطيش الكوبايتين كلهم مرة واحدة، لازم تحطيهم يعني حطي 1.5 كوباية وسيبي النص، لان الدقيق بيختلف. الانواع كلها بتختلف. انا كل مرة بحب احط المواد السائلة بالتدريج، فاهميني؟ وكده العجينة خلصت معايا، وكانت بصوا ريحتها فظيعة. وطبعا السمنة دي عايزة اقول لكم غنية على التعريف. الزبدة ديت انا بجيبها لما بعمل انجليش كيك، بستخدمها زي ما هي، مش بسيحها. لما بعمل حلويات شرقية لازم تتسيح. لما بعمل زي ما انتوا شايفين القرص ديت لازم اسيحها، عشان الزبدة بتبقى فيها نسبة من اللبن، فلو حطيتيها زي ما هي هتنشف معاكي العجينة. لكن في حاجات معينة بستخدمها زي ما هي، مش بسيحها. بعد كده بقى هسيب العجينة ترتاح، وهبدأ اجهز الحشوة بتاعتي. حطيت بقى معايا 0.5 كيلو من الملبن، اللي هو الحلقوم تقريبا في دول الخليج. حد كتب لي كده. ومعايا 0.5 كيلو من العجوة او التمر. حطيت على كل حاجة مكعب زبدة بس ما سيحتهاش، زبدة زي ما هي كده باللبن بتاعها. كنت شايله يعني مكعبين زبده كده، فايه حطيتهم في العجوه والملبن. وحطيت عليهم 2 معلقة سمسم ودعكتهم كويس قوي مع بعض. وبعد كده بقى علشان ادي طعم حلو للحشوه بتاعتي. طبعا انت حابه تحطي اي نوع مكسرات مفيش مشكله. انا بحط مكسرات بس. ربنا يعود علينا الايام بخير. فلما باجي اعمل بقى الكحك بتاع العيد والحاجات دي، بحط في الحشوه بقى مكسرات عين جمل، فبتبقى فظيعه. بعد كده اول حاجه هشتغل فيها هي حشوه الملبن. باخد قطعه عجينه زي ما انتوا شايفين، وبحط جواها بقى الملبن. بس اهم حاجه تقفليها كويس، لان الملبن بينشف بطريقه يعني سهله قوي، اللي هو ينشف في الفرن منك، فلازم تقفلي عليه كويس العجينه. تمام. وهكورها كده بالطريقه العاديه، وبعدين هبططها حاجه بسيطه كده، وخلاص على كده هعمل كل الكميه بنفس الطريقه. طيب هسويها على درجه حراره كام؟ هسويها على درجه حراره 200 في الرف اللي في النص.
هتقعد معايا حوالي ربع ساعة. لو لقيتيها اخدت لون من تحت ولكن لسه الوش ابيض، هتطفي وتشغلي ايه الشواية. بس كده، ما فيهاش اي حاجة. القرص دي ساعات بعمل بحط لها معلقتين ينسون، بتبقى برضو طعمها حلو وبيديها ريحة حلوة. وساعات ما بحطش غير الفانيليا بس. انا المرة دي مش حاطة ينسون، ده بناء على طلب العميلة، عايزاها من غير ينسون زي ما انتوا شايفين. هخلص بقى الكمية زي ما انتوا شايفين بالطريقة العادية وخلاص. على فكرة في الوقت دوت كنت انا خبزت اللي بالملبن. دي بقى حشوة العجوة. بس في حشوة العجوة بحب اديها تخريمة كده بالشوكة علشان افرق دي ملبن ودي عجوة. وفي نفس الوقت كمان الملبن ما ينفعش اعمل فيه فراغات علشان ما يسيحش، هو اصلا هيسيح في الفرن وهتلاقيه نشف منك لو في فتحة من العجينة باينة، فاهميني؟ بس على كده تعالوا بقى هنا نعمل ايه بقى. نبدأ في الاوردر، بقية الاوردر والحادق بقى. حطيت بقى طماطم وبصل وفلفل وجزرايه في الكبة، فرمتهم كويس قوي. وبعد كده بقى هنزل بيهم في صينيه، واحط عليهم بقى بقيه التوابل والحاجات اللي هحطها في الفراخ المشويه. وانا كنت غاسله فرخه ونقعاها كويس قوي، طبعا بليمون وجنزبيل وملح ودقيق طبعا، وخليها زي الفل تحت الحنفيه. وفي نفس الوقت سبتها في المحلول ده حوالي نص ساعه. تعالوا هنا نشوف بقى التتبيله. هحط عليها زيت وخل، وهحط عليها بقى ملح وفلفل اسود وبابريكا، وكمان هحط نص معلقه من الجنزبيل ونص معلقه من مرقه الدجاج. تمام. وبعد كده هحط نص معلقه من بهارات الفراخ، وربع معلقه صغيره من الزعفران. الزعفران ده عشان يديها لون، زعفران لون الزعفران اللي هو البودر. وهجيب بقى التوابل الصحيحه بتاعتي اللي هو ورق لوري وحبهان. الحبهان انا بكسره قدامكم كده عشان يبقى ريحته باينه. وهحط روزماري وزعتر. وكده تتبيله الفراخ المشويه معايا بقت جاهزه. على فكره سهله جدا وبتدي نتيجه حلوه قوي في الفراخ، وطعمها بيبقى حلو جدا. هقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه. وبعدين بقى هجيب بقى الفرخه بتاعتي، هبدا بقى اتبلها كويس قوي وانا مشرحاها زي ما انتوا شايفين. واهم حاجه ان انت ما تحطهاش في التتبيله بس، لا، في كل فتحه انت عاملاها في الفرخه لازم تحشيها كأنك بتحشي حاجه. يعني انا بدخل الخلطه دي جوه الفتحات اللي انا عاملاها في اللحم، جوه الفتحات اللي عاملاها في العظم، في كل حته، علشان تكون متبله كويس واللحمه واخده طعم التتبيله. هسيبها بقى حوالي كده ممكن تعمليها من بالليل، ولو معكيش وقت سيبيها اقل حاجه ساعتين. تمام. تعالوا هنا بقى نروح على البوتاجاز ونجيب بقى ربع كوبايه من الزيت. وحطيت بصلايه فرماها في الكبه، وهنزل عليها بيهم على الزيت، واسيبها لغايه لما تدبل معايا. في الحله اللي هناك دي انا حاطه ميه عشان تغلي، عشان هسلق فيها مكرونه. بعد كده بقى هجيب معلقتين كبار من الصلصه الجاهزه، وهنزل على البصل. وبعد كده هضرب طماطم حوالي كيلو من الطماطم، وهنزل بيهم على الخلطه، على الطماطم على الصلصه بالبصل. وهحط التوابل بتاعتي ملح وفلفل وبابريكا، وخلاص على كده فلفل اسود وبابريكا. وهسيبهم لغايه لما يغلوا ويتكتكوا مع بعض، والصلصه في نفس الوقت تتسبك. وبعد كده هنا بقى خلصت القراقيش وكلها، قصدي القرص، واستوت. هبدأ بقى هدخل الفرخة زي ما انتوا شايفين، احطها في الشبكة، وبنزل بالتتبيلة علشان تبقى طعمها، يعني بنزل بالتتبيلة عليها علشان تتشرب برضو من التتبيلة والتوابل. دخلتها الفرن على درجة حرارة 220. وهنا كنت عملت خلطة المحشي، بصل وطماطم في الكبة مع قرن فلفل، وحطيت عليهم ملح وفلفل اسود، وهسيبهم على الجنب. تعالوا هنا نعمل البشاميل. زي ما انتوا شايفين حطيت 3 معالق كبار او 4 معالق كبار من السمنة، عليهم 4 معالق من الدقيق. وهشوح بقى الكلام ده كله مع بعضه لغاية لما يتكتكوا كده مع بعض، او ريحة الدقيق تطلع، بس اهم حاجة ما ياخدوش لون. تمام. وبعد كده هنزل بكيلو ونص من الحليب، وهبدأ اقلب كويس قوي لغاية لما اخد القوام اللي انا عايزاه. عايزه اقول لكم البشاميل لغايه كده لسه ما خلصت، هنعمل فيه حاجه دلوقتي هتشوفوها معايا. انا كده عملت البشاميل بالطريقه العاديه بتاع المكرونه البشاميل والمكرونه النجريسكو. لا، لسه هنزود فيه حاجه. حطيت بقى ملح وفلفل اسود ورشه من جوز الطيب،
وهسيبه بقى لغايه لما يتقل معايا. ودوت البشاميل ده هيكون قوامه اتقل من البشاميل اللي انا بعمله ايه للمكرونه البشاميل او الايه النجريسكو، لان لسه هخففه بحاجه تانية. هنا بقى حطيت ملح في ميه المكرونه عشان ايه ابدا اسلقها. وهنا كانت خلاص الصلصه اتسبكت، هسيبها دلوقتي لان انا اخر حاجه بحشيها هي المحشي. اخلص بس ايه الحاجه اللي على البوتاجاز الاول. بعد كده هنزل بكيس ونص من المكرونه القلم زي ما انتوا شايفين، وهسيبها تتسلق بالطريقه العاديه خالص. وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. بعد لما البشاميل بقى يتقل معايا ويكون بقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده، شايفين هو دلوقتي سمكه تقيل شويه، فانا هخففه بايه هقول لكم. جبت طاسه زي ما انتوا شايفين وحطيت فيها مكعب من الزبده، وهجيب بقى بصلتين متوسطين هبدا اقطعهم كده جوانح صغيره مش كبيره قوي. وبعد كده بقى هسيبهم لغايه لما يتبلوا شويه. تمام. طبعا حريه الاختيار، عايزه حابه تخلي البصل كده شرايح او في الكبه اللي انت تفضليه. وجبت بقى في الحله اللي انا كنت مسخنه فيها الزبده او مسيحه فيها الزبده، كان فيها معلقه من الزبده. كان عندي بقى جمبري انا مقشراه، فاخدت القشور بتاعته طبعا مش هرميها، حطيتها على معلقه الزبده دي وشوحتها بيها لغايه لما ايه تلون معايا. وبعدين هنشوف هنحط عليها ايه. بالنسبه للبصل بقى زي ما انتوا شايفين قمت نازله بعد لما دبل شويه بفصين من الثوم، مقطعهم حلق كده فصين بالظبط، يعني ما تزوديش ثوم. وبعد كده بقى هنرجع تاني الحله اللي فيها القشور اللي انا شوحتها بمعلقه سمنه او زبده. هنزل بقى عليها بطماطمتين، وهنزل عليها ببصلايه صغيره. وهحط بقى ايه، وهحط بقى بعد ما اخلص الطماطم والبصل هحط بقى شويه ملح وشويه فلفل وشويه من ايه من البابريكا. تمام. وهحط عليها بقى كمان ايه بعد لما اسيبها تتشوح، هنزل عليها بميه مغليه من الكتل. تمام. يبقى انا حطيت في القشور بتاعه الجمبري، جبت معلقه سمنه او زبده، حطيت عليها القشور وشوحتها كويس قوي مع بعض، ونزلت ببصل وطماطم وقرن فلفل رومي، يعني الخضار اللي احنا بنحطه في اي شوربه. وهحط عليها بقى زي ما قلت لكم ملح وفلفل وبابريكا، وهحط ورقتين من اللوي وفصين من الحبهان. تمام. بعد ما شوحت الكلام ده كله مع بعضه، هنرجع تاني نشوف هنعمل ايه في الحله في الطاسه اللي فيها ايه اللي فيها البصل. بعد لما البصل كده دبل معايا قمت نازله بحوالي كيلو الا ربع من الجمبري زي ما قلت لكم انا مقشراه. وبعد كده بقى هحط عليه ملح وفلفل وبابريكا وهشوح الكلام ده كله مع بعض، بس اهم حاجه هسيبه ياخد صدمه الاول. بالنسبه بقى للقشور الجمبري بعد ما اتاكدت ان هي اتشوحت كويس قوي قمت نازله عليها ب3 كوبايات من الميه، وهسيبها بقى على نار هاديه لغايه لما تطلع لي كل العصايه اللي في قشور الجمبري، اللي هي تديني شوربه جمبري مركزه. تمام. وهغطي عليها واسيبها ايه على نار هاديه زي ما قلت لكم. هنا بقى بالنسبه للجمبري بعد لما اخد اللون كده قمت مقلباه مع البصل. مش هحط له اي حاجه غير قرن فلفل رومي او سبايسي لو انت حابه. هشوح بقى الكلام ده كله مع بعضه، وحطيت له التوابل زي ما قلت لكم ملح وفلفل اسود ورشه من البابريكا، مش هحط اي حاجه تاني. تمام. شايفين بقى الخلطه بتاعت الجمبري عامله ازاي؟ بجد فظيعه. والشوربه بتاعته بصوا لونها. هبدا بقى اخد بقى جبت البشاميل، طبعا كل ما بتسيب البشاميل كل ما بيتقل. قمت بقى جايبه المصفى وخدت بقى حوالي كوبايه ونص او كوبايتين من الشوربه اللي انا عملتها من قشور الجمبري، حطيتها على الايه على البشاميل. تمام. وهبدا بقى اضرب كل الكلام ده بالهاند بلندر علشان يديني بقى صوص ناعم بطعم الجمبري. عايزه اقول لكم يعني انا ما بحبش اعمل صوص في ناس بتعمل البشاميل بتاع المكرونه بالميه بس، بشوربه الجمبري بس مش بلبن. لا انا بعمله بلبن، وبحط له الاضافه اللي انا اديله طعم الجمبري بالشوربه بتاعته، بس على كده عشان يفضل معايا صوص كريمي كده وابيض. فاهمني؟ وبعد كده بقى خلاص البشاميل بقى جاهز معايا. عايزه اقول لكم طعمه اكنك عاملاه اكنك فايمه فيه جمبري، طعمه تحفه. نزلت بقى بكبشه من الصوص البشاميل، وبعدين قمت حاطه المكرونه ونزلت بقى بالبشاميل، غطيت المكرونه وقمت نازله زي ما انتم شايفين بالخلطه اللي هي الجمبري بالبصل، حاجه كده تحفه. وقمت مكمله بقى البشاميل، مكمله بقيه المكرونه، وقمت حاطه
البشاميل زي ما انتوا شايفين. يعني رصيت الصينيه بالطريقه اللي احنا متعودين مع بعض عليها. تمام. بس اهم حاجه خلي البشاميل بتاعك خفيف شويه، علشان المكرونه دي كل ما كانت من جوه كده جوسي وطريه وفيها صوص، يعني انا هدخلها الفرن، بس عايزه اقول لكم برضو مش هتبقى متماسكه، لان البشاميل بتاعي خفيف، فاهميني؟ خفيف شويه. فكل ما كانت من جوه كده تلاقيها فيها صوص كده، بتبقى طعمها احلى وبتبقى بجد فظيعه. بعد كده بقى هقوم مغطيه بقى الوش كله بجبنه الموتزاريلا وهدخلها الفرن. كده عملت صينيه مكرونه بالجمبري. بصوا يا جماعه والله جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا، بجد طعمها تحفه. هدخلها بقى الفرن وكده خلاص. خلصت القرص ودخلت الفراخ المشويه، بدخل حاجه ورا حاجه، فاهميني؟ هنبدأ بقى نرجع لخلطة المحشي تاني. بعد لما فرمت بصل وفلفل وفرمت طماطمتين كده في الكبة، وحطيت عليها ملح وفلفل اسود، هبدأ بقى اجيب الخضرة بقى واقطع بقى الشبت والبقدونس والكزبرة. هقطع الكلام ده كله وبعدين هنشوف هنعمل ايه فيها. بعد ما هخلص بقى تقطيع الخضرة زي ما انتوا شايفين، هغسل بقى كمية الرز اللي انا عايزاها. يعني انا بحط الرز على قد الحاجات اللي انا بستخدمها، ما بحبش اعمل الخلطة واحطها في التلاجة واستخدم منها كل يوم. لو انتم ملاحظين ساعات بيبقى عندي مثلا امبارح اوردر محشي وبكرة اوردر محشي، ما بحبش اعمل الخلطة مثلا كلها على بعضها وادخلها التلاجة. لا، بعمل الخلطة يوم بيوم، حبة صغيرين بحبة صغيرين. تعب عليا بس بتبقى احلى، وفي نفس الوقت بيبقى الحاجة كلها فريش، والنتيجة بتاخديها احسن. بعد كده بقى هبدأ احشي الورق العنب. بس عايزة اقول لكم بقى انا هحشي الصبعين دول واروح اقعد، لاني فعلا خلاص ما كنتش قادرة. يعني انا كنت واخدة كام وحدة مسكن علشان اخلص الحاجات دي. وهنا بقى كانت الفراخ طلعت زي ما انتوا شايفين، والقرص وصينية المكرونة والممبار حمرته بالطريقة العادية، وادي الورق العنب. بجد الف هنا وشفا، واشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم.